لو بتواجه صعوبه في ان انت توصل للجسم اللي بتحلم بيه في الجيم، يبقى انت اكيد بتغلط الغلطه دي. 99% من الناس لما بتيجي تحط هدف في الجيم بتبقى عندها معتقد اجريسيف شويه، هو ان انا لما بحط الهدف بتاعي من هنا ان انا هلاقي النتيجه تاني يوم. طب هو ايه السبب الرئيسي في الفكره دي؟ السبب الخفي اللي مش بناخد بالنا منه هو اننا بنسعى للهدف ده من خلال مبدأ المثاليه. ايه مثليه؟ مثاليه ما توديناش في داهيه، دوكها مشروع ليلى. طب ده معناها ايه بقى المثاليه دي؟ المثاليه ببساطه يعني انا عايز الحاجه بتاعتي متقشره جاهزه، وشرط ان نتيجتها تيجي بسرعه وما فيهاش عيوب، كل حاجه فيها مظبوطه على الشعر بما يتناسب مع متطلباتي الشخصيه، مش بما يتناسب مع طبيعه الشيء او الهدف نفسه. وللاسف مفيش حاجه اسمها كده. ساعتها انت بتتحول من شخص عايز يطور نفسه للاحسن لشخص عايز يحقق هدف معين عشان يرضي فكره معينه جواه، بيحس بقيمته مع نفسه عن طريقها. عايزك تتخيل معايا كده ان انت قررت ان انت تخس عشان ما بقتش راضي عن شكلك ولا راضي عن اسلوب حياتك، وعايز نتيجه القرار ده في اسرع ما يمكن بالطريقه المثاليه اللي هو متخيلها. وفجاه في النص اتصدمت ان الموضوع بيحكمه حاجتين اساسيين، هم عامل الوقت وعامل المجهود. معنى انا مطلوب مني اعمل ايه وهياخد مني وقت قد ايه. وساعتها صدمتك للاسف ممكن ترجعك لنقطه الصفر تاني. الهدف ده مصدر احباط وفشل بدل ما يبقى مصدر تعلم وتطور. فالحل هنا من الاول ان انا ابقى واعي لطبيعه الهدف اللي انا بحطه من البدايه، ويكون عندي الاقتناع ان الموضوع محتاج وقت ومجهود عشان اوصل للي انا عايزه. واكون واعي ان رحلتي في الوصول للهدف بتاعي زي ما فيها اوقات هتقدم واحس ان انا فوق، هيبقى في اوقات تانية حاسس ان انا تحت ومحبط. واتعلم من الوقعات اللي بتحصل لي في النص علشان تكون مصدر دفعه ليا مش مصدر احباط وفشل. لان العائد الاكبر من الموضوع اني اتعلم واتطور واحسن من نفسي. سلام.